وفين غاديه هي، فين غاديه صاحبي؟ اجي بعدا نعاود لك واحد القصه، عاد ديك الساعه تكمل طريقك. مشغول وغير اجي يا صاحبي بالزربه بالزربه، اعطيني غير واحد 10 دقائق من وقتك. ما عندك فين تمشي؟ اجي بعدا نجمعوا انا وياك شويه. ما بغيتيش غتمشي، ايوا اللي بغيتي على خاطرك، غير لا تبدلناش وصافي. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه رحال. الا كنتي اول مره غتشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيه كعربون صداقه ومعرفه، وباش منين ننزل شي فيديو يوصلك انت الاول الاشعار ديالو. سمحوا لي طولت عليكم، يلا ندخلوا دابا في المسقي. كاملين عارفين ان ادريس البصري هو اقوى وزير داخليه داز في المغرب، وكان هو اكثر رجل قدر يحصل على ثقه الحسن الثاني، وكان هو اللي شد الملف ديال الصحراء. وفوق من هذا الشيء كان شد الجهاز ديال الاعلام وجهاز المخابرات. والبصري هو اول واحد اسس جهاز المخابرات في المغرب، وكان البصري من فرط الذكاء والحبكه ديالو والعبقريه ديالو كيشغل بزاف ديال المناصب في المغرب. وفين ما كانت كتوقع شي حاجه في المغرب الاخبار كانت كتوصل سخونه في الحين، بفضل الجواسيس اللي كان زرعهم في كل شبر من المغرب. وكيقولوا عليه رجل عبقري وذكي ورجل دوله بامتياز. وحتى فاش كان غادي يتبنى المسجد ديال الحسن الثاني، المسجد الكبير ديال الدار البيضاء، خدا المبادره وطلق الرجال ديالو على المواطنين، طلق الرجال ديالو على المواطنين يبيعوا لهم تواصل فيهم الصوره ديال الملك ب 20 درهم، وما تقدرش تقول لا. ولا قلتي لا يا ويلك، واش كترفض التصويره ديال سيدنا وهذه كافيه باش راكم عارفين تقدر تكون خارج كتقضى ترجع لدارك بالتصويره ديال الملك في عاود التقوضيه. وبالاخص في ديك الفتره هذيك كانت الازمه والفقر والاقتصاد مدمر. البصري كان عنده نفوذ حتى خارج ارض الوطن، وكان فين ما توقع شي حاجه صغيره ولا كبيره كان هو الاول كيحط تقارير ويوصل الخبر للحسن الثاني. وقمع الثورات المعارضه للنظام الملكي وللدوله، والبصري قضى على عدد كبير من المعارضين للحسن الثاني. هنا غادي يكون واحد السؤال اللي كيدور لينا في راسنا كاملين، شكون هو هذا البصري ومنين جاب هذه القوه كامله وكيفاش وصل لهذه المناصب الكبيره في الدوله؟ انا غادي نقول لك وتبع معايا مزيان. شوف دابا خلي البصري على جنب كرجل دوله، واجي نهضروا على قصته كرجل ناجح طلع من والو. وهذه القصه هذه قصه ملهمه لاي شخص من اسره فقيره ولا اسره متوسطه، ولا بالاحرى لاي شخص معول على راسه، يعني ما معوش على والديه ولا على شي وارث ولا كيفاش دريس البصري تسلق سلم النجاح درجه درجه حتى وصل لفين وصل. اولا دريس البصري من اسره مغربيه بسيطه جدا، تولد في سنه 1938 في منطقه البصاصره. هو من الصغر ديالو كان ذكي وكان قراي وكان كيقرا مزيان، وهذا الشيء اللي خلى الاب ديالو يضحي من اجله ويستثمر فيه. سمعتوني؟ واستثمروا في ولادكم. فاش تشوفوا ولادكم كيتميزوا كيتفوقوا في شي حاجه حاولوا تدعموهم وتساندوهم وتستثمروا فيهم. فالاب ديال البصري غادي ينتقل من منطقه البصاصره وغادي يشري دار في وسط مدينه سطات باش هكا يقرب ولده للمدرسه ويسهل عليه الامر. دريس البصري غادي يتخرج من الثانويه، قرا في ثانويه ابن عباد الاسلاميه. الاب ديال دريس البصري كان خدام حارس ديال الحبس، حارس ديال السجن المحلي ديال عين سيدي مومن. اذا كنهضروا على اسره بسيطه لاقصى درجه. ولكن البصري هنا غادي يركز على راسو، ما عندوش شركيزه ولا شي مسؤول. راكم عارفين. المهم البصري عرف ان القرايه هي الامل الوحيد ديالو وهي السبيل باش ينقذ راسو، وخصوصا ان المغرب في ذاك الوقت كان يلاه شاد الاستقلال ديالو، وكانت الدوله محتاجه بزاف الموظفين وكوادر. هي هذيك دريس البصري غادي يشد الباك ديالو وغادي يتسجل في كليه الشرطه، وغادي يتخرج من هذه الكليه مفتش شرطه. غادي يبقى شاد هذا المنصب لسنوات وغادي يترقى من بعده الكوميسير. عاوتاني غادي ينتقل يشد منصب في وزاره الداخليه. ولكن شنو قصه انتقال البصري من مفتشيه الشرطه لوزاره الداخليه؟ غادي نعاودها لك بحال الخرافه. في سنه 1963 كانت المؤامره المعروفه، مؤامره الانقلاب اللي دارت على الحسن الثاني، وغادي تتهم بها الحزب ديال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه اللي كان كيتآمر على الملك. وديك الساعات الحسن الثاني كان يلاه شد الحكم قبل بعامين، والبصري بين على حنة يديه في الاستنطاق وفي الاستجواب وحتى بتعذيب اليساريين اللي تتهموا بهذه المؤامره. فهذا الشيء اللي غادي يدير البصري غادي يعجب فقير اللي كان وزير الداخليه ديك الساعات، فغادي يهزو من البوليس وغادي يديه للداخليه.
وعطاه منصب مسؤول قسم الولات. هاد قسم الولات هذا هي كتعتبر بحال واحد المدرسه وواحد المؤسسه كيتخرجوا من العولات والعمال. ديك الولات والعمال اللي كيكونوا على المدن اللي كيعنهم جلاله الملك على المدن وعلى الاقاليم، هاد المدرسه هذه البصري ديك الساعات عطاه وزير الداخليه افقير، عطاه يكون مسؤول عليها، مسؤول على هاد المدرسه هذه ديال قسم الولات. وقسم الولات بكل بساطه هو الاداره الترابيه في وزاره الداخليه، وغادي بالكفاءه ديالو البصري في هذا المنصب. ومن بعد الانقلاب الثاني سنة 1972 البصري غادي تعين في منصب رئيس المخابرات. شفتي كيف غادي كيترقى وكيطلع من منصب لمنصب، وكل منصب كان كيشدو كان كيعطيه حقه وكيبين الكفاءة والقدرة والعبقرية ديالو. وفي سنة 1974 غادي يولي كاتب الدولة في وزارة الداخلية، وفي سنة 1979 غادي يتسلم وزارة الداخلية، وفي سنة 1985 غادي يشد الإعلام، وغادي يولي البصري يشد في يدو الداخلية والإعلام. وماشي غير هاد الشيء، اسمع الصدمة ديال بصح، بالإضافة لجهاز المخابرات اللي كلف الحسن الثاني. الحسن الثاني كلف البصري يأسس هذا الجهاز، وفاش أسسو كان البصري هو على الراس ديالو. تخيل معايا الرجل عنده هذه القوه كامله. وزاره الداخليه اللي كانت كتسمى ديك الساعات بام الوزارات، والاعلام اللي هو المفاصل والشرايين ديال المجتمع ديال الدوله، وزيد عليها جهاز المخابرات اللي كيعرف لك الشاده والفده والصغيره والكبيره اللي كتوقع داخل البلاد وخارج البلاد. وغادي يبقى البصري شاد وزاره الداخليه والاعلام حتى لسنه 1995، يعني يا خوتي العزاز لمده 10 سنين. وكان رئيس الحكومه في ذيك الوقت عبد اللطيف الفيلالي. في سنه 1998 غادي توصل الدوله لحافة الهوية، لأنه كانت واحد القطيعة كبيرة بين اليساريين وبين الدولة، ولا بين اليمين بين قوسين. وكانت الأوضاع السياسية والاقتصادية كارثية ديك الفترة بالضبط، اللي سماها الحسن الثاني بالسكتة القلبية. ديك الساعات استدعى الحسن الثاني اليسار باش يتصالحوا ويدخلوا في واحد الفترة سميتها فترة الائتلاف الحكومي، وغادي يديروا حكومة التناوب، وغادي يولوا يتناوبوا على الحكومه اليساريين واليمين. المهم اليسار رفضوا في الاول انهم يتفاوضوا، المعارضه الكتله الديمقراطيه قبلت تدخل الحكومه، ولكن ما بغاتش تشتغل مع البصري. ولكن من بعد المفاوضات وهاك ورا غادي يقبلوا بالبصري وزير الداخليه. اليساريين ما كانوش باغيين البصري، واصلا ما كانوش كيحملوه. علاش؟ كيقولوا لانه كان متورط في جرائم القمع، وكان كيتدخل في الاحزاب، وكان كيتجسس عليها، وكان كيتدخل في المعارضه، وكان كيحاول يشق الصفوف ديالها. فاليساريين ما كانوش باغيين البصري، وكانوا باغيين ينحيوه ويحيدوه باي طريقه. ولكن الحسن الثاني ما بغاش وما قبلش انه يتنازل على البصري، لانه كان عارف القيمه ديالو، وكان عارف انه هو الراجل الثاني من بعد الحسن الثاني في الدوله، وكان هو اللي شد العمود الفقري ديال الدوله، وكان هو اللي كيقضي على ديك الفتن وعلى ديك الثورات وعلى ديك الانقلابات اللي كانت كتوقع. فالحسن الثاني عرف القيمه ديال البصري وما بغاش يتخلى عليه، وكان مقنع. وفي المي كيجي شي واحد من اليساريين، كان جا عبد الرحمن اليوسفي يفاوض الحسن الثاني ويقول ليه تخلى على البصري، وراه كيدير لك مشاكل، وراه كيخلق لك صراعات مع الاحزاب السياسيه ومع كذا ومع كذا ومع الشعب ومع الكتلات الديمقراطيه وديك الشيء. الحسن الثاني ما كانش كيبغي، وكان كيقول للبصري. والحسن الثاني كان مقنع، وكان عنده الحجه، وكان فهمتي فصيح اللسان. فاش كان كيجي عنده شي واحد يفاوضوا على البصري ولا شي حاجه، كنقولوا للبصري اللي كنتوما باغيين تحيدوه وانتم اللي باغيين تطيحوه، البصري راه كان هو اول واحد كيجيب لي التقارير وكيجيب لي الاخبار ديال الاجتماعات كانت كتوقع، ديال الاحزاب السياسيه ديال المعارضه وديال الاحزاب السياسيه كانت كتوقع خارج البلاد، خارج المغرب. كان البصري كيجيب لي التقارير من بعد ديك الاجتماع بساعه بساعتين، كيجيب لي التقرير واش وقع في ديك الاجتماع كامل، كيجيب لي التقرير مفصل على شنو وقع في ديك الاجتماع. البصري كان كيجيب لي الاخبار من الداخل ديال المغرب ومن خارج ديال المغرب، لان البصري بكل بساطه كان شاد الاعلام والمخابرات والداخليه، يعني شاد الدوله بيدو، هكا قاد الدوله بيدو. يعني اي حاجه كانت كتوقع في البلاد من داخل ولا من برا البلاد في دقائق وفي ساعات قليله كتكون في راسو الاخبار وشنو واقع. يعني كان عنده العين في البلاد وخارج البلاد، كان عارف شنو كيوقع لا سواء داخل البلاد لا سواء خارج البلاد. فداك الشيء علاش البصري؟ لانه كان في يده قوات رهيبه، الاعلام والداخليه والاستخبارات. الا جمعتي هاد الاجهزه كاملين في يد رجل واحد راه خصو يكون عارف كل شيء، فهمتي؟ والبصري كان ذكي وكان فايق وكان حل عينه وكان عبقري وكان داهيه، فلذلك ما كانش حتى شي حاجه كتفوتو. وداك الشيء علاش طبيعي ان البصري يتدخل في الاحزاب السياسيه ويتدخل في المعارضه ويشق الصفوف ديالهم ويتجسس عليهم. المهم
وبالتالي اليسار قبل يخدم مع البصري في الحكومه، وفعلا اليسار ما كانوش باغيين الملكيه، وفايت لهم من قبل تامروا على الملك مع افقير. وهذا الشيء بشهاده الفقيه البصري اللي كيقول في الرساله ديالو ان عبد الرحمن اليوسفي اللي كان الامين العام ديال حزب الاتحاد الاشتراكي وشي واحدين اخرين تامروا بالسر مع افقير. وهذا الشيء كان في محاوله الانقلاب الثانيه. اذا الاسباب الاخلاقيه اللي احتج بها اليسار على البصري ماشي صحيحه. وعلاش اصلا قبلوا في التالي يخدموا مع البصري في حكومه واحده؟ اول حاجه ما عندهمش خيار اخر، وثاني حاجه الحسن الثاني كان مكالي على البصري وكان كيدعمو، كان واقف معاه وكان ساندو وكان كيطاكي عليه. وفوق من هذا الشيء الحسن الثاني كان كيعطي للبصري ملفات وقضايا كبيره، مثلا ملف قضيه الصحراء. وفي العهد ديال البصري وزاره الداخليه كانت كتسمى بام الوزارات، وكانت شاده المفاصل ديال الدوله. وفاش كانت كتوقع شي حاجه كان هو اول واحد كيوصل الخبر للملك قبل من اي جهاز استخباراتي اخر. وكان الحسن الثاني عزيز عليه البصري وكان كيثق فيه وكان كيطاكي عليه كما قلنا، وكان ديما كيحاول اي ديك الوزراء وديك المسؤولين الكبار. كان الحسن الثاني ديما كيبغي يبين للبصري انه كيخدم خسر من الجامع، وانه ذكي وفاطن وجدي في خدمته ومعقول في خدمته وكيخدم بسرعه وكيوصل الخبر للملك وسرع في الخدمه ديالو وجدي ومسؤول في الخدمه ديالو. كان ديما مكالي عليه. وكان الحسن الثاني عنده واحد العلاقه في شكل، وكانت عنده واحد العلاقه زوينه مع البصري. ولكن العكس البصري مع محمد السادس، محمد السادس كان ديك الساعات ولي العهد، كان الناس العلاقه ديالهم شويه ما تماش، فهمتي؟ كانت العلاقه ناقصه، المهم ماشي تال تما زعما. وهذا الشيء كيرجع لان البصري كان قريب بزاف للحسن الثاني. وديك الساعات محمد السادس كان وقع عليه واحد المشكل. واحد النهار الحسن الثاني دار واحد القصيده، واحد الحديث ديال السير، ما حديث ديال السير عادي. فالبصري وصل الخبر سخون للحسن الثاني، فهمتي؟ فاش جا الحسن الثاني بقى كيعنف، فهمتي؟ بقى كيغوت على محمد السادس على ولي العهد وكذا وكذا، فهمتي؟ محمد السادس قال للحسن الثاني راه ما ديرش هذا الشيء، راه ما كاينش هذا الشيء. فالحسن الثاني بحال اللي ما دواش مع الولي العهد مزيان. ومحمد السادس بقى في هذا الحال وعرف ان البصري هو اللي وصل ليه الخبر. فكيقولوا هذا الشيء الله اعلم، فكيقولوا من ديك الساعات والعلاقه موتره ما بين البصري ومحمد السادس. وهذه غادي تاثر على المسيره ديال البصري وغادي تاثر له على المستقبل ديالو. وشوف معايا كيفاش غادي يتحول هذا الرجل بهذه القوه وبهذه السلطات هذه، الرجل مجرد ما هاد القوه كامله، ما هاد السلطه كامله. فاش غادي يموت الحسن الثاني وغادي يطلع محمد السادس يشد الحكم مباشره من بعد البيعه ومن بعد التعيين ديالو ملك مباشره، غادي يعفي البصري من جميع المناصب ديالو، من جميع المهام ديالو، وغادي يعطيه وسام شرف وسام ملكي على الخدمات ديالو، تقديرا للخدمات ديالو وتقديرا للحب ديالو للوطن والخدمه ديالو اللي قدمها للوطن. وغادي يعزل البصري. وهنا غادي يبدا الحياه ديال البصري من بعد الصعود اللي طلع، غادي يبدا دابا في الهبوط. غادي تعزل البصري على الحياه ديال الدوله وعلى الحياه ديال السياسه وعلى الحياه ديال الشان العام. وغادي كان حق البصري كان مريض كيقولوا مرض سرطان الكبد ولا بحال هكايا. فالبصري من بعد كان ديك الساعه تكبر في العمر شويه وكان مشى يتعالج في فرنسا، كان مشى لفرنسا يتعالج. وفاش مشى لفرنسا بقى كيتعالج، بقى كيخرج شي كلام وكيقول شي هضر وكيخرجوا عليه شي كلام في الجرائد وفي هذا، انه بحال اللي كيطعن في الملك الجديد وكيقول شي كلام زعما بحال اللي كيعتز وكيفتخر بالعهد القديم وكنا خدامين وكان الهيبه وكذا وكذا. ودابا داك الشيء فهمتي بحال داك الشيء ما بقاش وبحال هكايا. فالدوله المغربيه ديك الساعات فاش غادي تساللوا شنو سميتها الاقامه ديالو في فرنسا ولا شي حاجه، فاش صيفط القنصليه ديال المغرب جدوا ليه التذكيره ديال الاقامه، يعني بطاقه الاقامه تمايا، ما بغاوش يجدوها له. القنصليه ديال المغرب في المغرب ما بغاوش يجدوها له. وبقى البصري بحال اللي حرق في فرنسا وبقى عايش تما في فرنسا حتى غادي يموت البصري غريب في ارض غريبه عليه، وما غاديش يموت في مسقط الراس ديالو فين عاش وتربى وفين خدم في البلاد ديالو المفروض انه يموت فيها ويتدفن فيها. مات تما البصري، ولكن غادي يجيبوه في البصري، غادي يجيبوه لانه كانت الوصيه ديالو انه يتدفن في مسقط الراس ديالو في السطات، لانه تما خلق في السطات ولا كان باغي يتدفن تمايا. غادي يجيبوه من باريس من فرنسا وغادي يجيبوه للمغرب، كانوا غاديين به يدفنوه في مسقط الراس ديالو في السطات. ولكن لاخر لحظه تم اصدار امر ان البصري يتحول من السطات ويمشي لمقبره الشهداء، يتدفن في الرباط مقبره الشهداء. وهكا غتسالي الحياه ديال البصري، حياه رجل تسلق سلم النجاح حتى وصل للقمه، عاوتاني هبط من القمه حتى للتالي عاوتاني. ولكن كتبقى قصه، انا كنشوفها قصه ملهمه ديال اي انسان يعني يستافد من الاخطاء، فهمتي؟ يستافد من الاخطاء اللي كيرتكبوهم الناس ولا هذا، وياخذ النقاط ديال القوه والنقاط ديال النجاح يستافد منهم، والاخطاء حتى هما يستافد منهم باش يتفاداهم. وهكا كانت الحياه ديال هذا الرجل البصري اللي عاش كيقولوا عليه انه اقوى رجل داخليه داز في المغرب، اقوى وزير داخليه داز في المغرب،
ونتمنى ما نكونش طولت عليكم، ونتمنى تكون عجبتكم القصه واستفدتوا منها. الا كان شي غلط ولا شي حاجه كنعتذروا، كان شي حاجه شي معلومه غلطه ولا شي حاجه صحوها لنا في التعليقات، كان شي اضافه على الحياه ديال البصري، شي معلومه ما عارفينهاش ما كايناش في بالي انايا، حاولوا تخلوها لنا في التعليقات باش هكا الناس يعرفوا بصفه عامه الحياه ديال هذا الرجل هذا، وربما يلقاو شي نقاط اللي غادي يستافدوا منها وغادي تنفعهم في حياتهم. داكشي علاش كنقول لكم قراو قراو قراو. شوف الانسان اللي ما عندوش حتى شي حاجه، يعني ما عندوش اللي كال عليه وارث، والدين، شي مسؤول يعاونوه، شي واحد يفورني عليه، قرا، شد في القرايه ديالك وكون عصامي وكون مسؤول وشد في القرايه ديالك، لان القرايه اللي غتخرجك لبر الامان واللي غتخلي تغير الوضعيه ديالك وغادي تخليك تعيش في حياتك زعما بحياه كريمه وعيش كريم. حتى لا قبل ما نطول عليكم، الا عجبكم القصه اعطيونا لايك، اشتركوا في القناه، خليوا لنا الراي ديالكم في التعليقات. تهلاو في راسكم. الا بان لكم انكم تشاركوا هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، مع العائله ديالكم، مع الحباب، باش انهم يستافدوا يعرفوا القصه ديال هذا الرجل هذا، لانه ماشي قصه بعيده، القصه ديال البصري يعني غير في العهد القديم، يعني في العهد القريب، باش يستافدوا منها وياخذوا منها ربما شي نقاط اللي تنفعهم وتقدر تفيدهم في حياتهم. غادي نقول لكم السلام عليكم، تهلاو في راسكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي. غادي يكون واحد الحلقه مهمه وغتكون واحد الحلقه زوينه بزاف راني بديت كنوجد فيها. فإلا بغيتوا انها توصلكم هذا الفيديو ولا يوصلكم هذه الحلقات اللي غادي ننزلها من بعد في المستقبل، اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيه باش من ننزل شي فيديو يوصلكم الاشعار، وتكمل الاشعار ودخلوا تفرجوا في الفيديو مباشره. السلام عليكم، تهلاو في راسكم، في امان الله، خليتكم على خير.